السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معكم سيد هاشم من قناة سيد هاشم وصفات على قد الإيد. النهاردة احنا هنعمل رز صيادية زي بتاع المحلات بالظبط، وإن شاء الله يبقى طعمه جميل جدا. طبعا معانا رز مصري مغسول وتصفى كويس جدا، ومعانا بصل مبشور، ومعانا التوابل بتاعتنا كمون وكركم وبصل بودر، وطبعا الملح ما ننساش. الملح بتاعنا. اول حاجه حله على النار. فيها زيت. طبعا احنا ممكن نحط زيت وسمنه، بس طبعا الزيت احسن في الرز الصياديه وبيخليه مفلفل وكويس. هننزل بالبصل بتاعنا. طبعا البصل لازم نقطعه صغير جدا عشان يبقى كويس معانا وحلو. طبعا يا اما اقطعه بايدينا يا اما بالكبه او كده. طبعا الرز الصياديه لازم البصل بيبقى مش متدهن بيه، لازم يبقى محروق. ايوه لازم يبقى محروق. طبعا لما ننزل عليه بالميه الحرق كله ده هيروح. عشان يدينا اللون بتاعه الحلو اللي زي اللي بناكله في المطاعم بالظبط. هنقلب كده، هنسيبه لحد ما يحمر خالص معانا واوريكم هنعمل ايه بعد كده. رجعنا لكم تاني بعد ما البصل اتحمر خلاص اهو، اتحرق يعني بمعنى اصح. متخافوش. هننزل بالتوابل بتاعتنا اللي هي الكمون والبصل البودر والبابريكا قصدي الكركم. نقلب ده تقريبا ان شاء الله. طبعا كل ده عشان يدينا اللون البني بتاع المطاعم بتاعتنا. نقلب تقريبا، وبعد كده ننزل بواحدة عصير طماطم او طماطم مبشورة. نقلب ان شاء الله. حاجة جميلة جدا. اللهم صل على النبي. بعد كده ننزل بالمية بتاعتنا. بسم الله. طبعا الكيلو رز بياخد، طبعا احنا هنزود الميه. الكيلو رز هياخد يعني 4 كوبايات رز هياخدوا 5 كوبايات ميه. هنسيبه طبعا كده يغلي، الميه تغلي، واول ما تغلي هننزل بالرز بتاعنا. بعد ما الميه غليت معانا كده هننزل بالرز بتاعنا. كده هنقلب تقليبه كده. طبعا الاسود ده انا فيه ليمون اللي هو الناشف، برضو بيدي طعم حلو للرز بتاعنا. هنسيبه كده. بعد كده هننزل بفلفل اخضر كده لو عايزين، طبعا عشان ده بيبقى يدي طعم حلو في نفس الوقت بيدي قيمه غذائيه عاليه لاطفالنا. بعد كده هننزل بالملح ومكعب مرق. نقلب ما شاء الله، حاجه جميله. نغطي عليه، واول ما يغلي هنسيبه كده، واول ما يتشرب هنوطي عليه خالص نار واطيه لحد ما يستوي معانا. هيستوي وبعد كده نرجع له تاني. وكده الرز بتاعنا استوى اهو ما شاء الله. لا معجن ولا في اي حاجه، ما شاء الله. طعمه جنان وريحته خطيره جدا جدا جدا. هنغرف دلوقتي كده واوريكم الشكل النهائي. وده الشكل النهائي بتاع الرز بعد ما اتغرف. ريحته حلوه جدا جدا وطعمه حلو برضه، فجربوه مش هتندموا. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، وقولوا لي انتم من اي بلد في التعليقات، ولو حد عايز اي اكله يقول لي وانا اعملها له من عينيا الاثنين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.